حكايتنا بتبدأ مع سيون وهي بتقرر ترجع تعيش في بيت أهلها القديم، وبتكتشف إنها نسيت موبايلها في القطر وهي جاية، فبتدخل البيت وبتحاول تلاقي أي تليفون تقدر تتواصل منه مع موبايلها، وفعلا بتلاقي تليفون أرضي. ولما بتتصل على رقمها بيرد عليها شخص وبتطلب منه سيون إنه يرجع لها موبايلها، لكنه بيطلب منها فلوس في المقابل وبيقفل الخط بعدها. وبيرن تليفون البيت مرة تانية وبتفتكر سيون في البداية إنه اللي سرق الموبايل، لكنها بتسمع صوت بنت بتطلب منها النجدة وبتقول لها إن مامتها عايزة تقتلها، بس سيون بتقول لها إن الرقم غلط وده مش رقم الشرطة وبتقفل الخط بعدها. وبعد شوية بيرن التليفون مرة تانية وبنلاقيها نفس البنت واللي بتقول لسيون نفس الكلام وإن أمها هتقتلها، وبتقول لها على عنوانها علشان تيجي تنقذها. لكن بنلاقي إن العنوان ده نفس عنوان البيت اللي فيه سيون، واللي بتتصدم وبتكون مش فاهمة أي حاجة من اللي بتحصل. وبتنام سيون على الكنبة وهي مرعوبة، وبيظهر إن في حرق في رجلها، وبتقوم من النوم على صوت خبط، وبتلاقي إن في صورة كانت متعلقة على الحيطة ووقعت. ولما بتحاول تعلقها بتكتشف إن مكان المسمار فيه فتحة بتقدر منها إنها تكسر الحيطة بسهولة، وبتلاقي وراها سلم بيوصلها لقبو سري، وهناك بتلاقي كرسي وحبال وصندوق فيه مذكرات لبنت بيرجع تاريخه لسنة 99. وبتلاقي كمان صورة لصاحبة المذكرات وبتسأل جارها عن صاحبة الصورة، واللي بيقول لها إن البنت دي كانت عايشة في بيتها زمان قبل ما هي تسكن فيه مع أهلها، وكانت مامتها ساحرة لكنه ما يعرفش عنها أي معلومات تانية. وبيرن جرس التليفون مرة تانية وبنلاقي إن البنت بتصرخ وبتقول لسيون تلحقها لأن مامتها عايزة تحرقها، وبتشوف إن الأم بتولع في السلم والبنت عليه. وبتروح سيون بسرعة لسلم القبو وبتلاقي فعلا السلم بيتحرق، بس مش بتلاقي البنت. وبتتصل البنت مرة تانية بسيون وبتعرفها سيون إنها لقت مذكراتها وعرفت إن اسمها يانج سوك، ولقت مذكراتها واللي كانت بتاريخ 26/11/1999. لكن البنت بتقولها إنها كدابة لأن أصلا تاريخ النهاردة عندها لسه 18 نوفمبر 1999. وبتفضل سيون تقرا لها جزء من مذكراتها علشان تثبت لها إنها في زمن تاني، وبتقول لها سيون في خبر بتاريخ 18 نوفمبر 99 عن طيارة هتقع وتتدمر. وفعلا بتلاقي البنت الخبر في التلفزيون وبتتأكد إن سيون مش كدابة ولا حاجة. وبنشوف الأوضة اللي عايشة فيها البنت وبيكون واضح إنها زي السجن لدرجة إن في قفل على الباب وحديد على الشباك. وبتتصل بسيون وبتقول لها إنها اتأكدت من كل اللي قالته وإنها دلوقتي مصدقاها. وبيبدأوا الاتنين يتعرفوا على بعض، وبتحكي سيون إنها عايشة لوحدها وده بعد ما باباها مات بسبب إن مامتها نسيت البوتاجاز شغال، ووقتها حصلت حريقة كبيرة في البيت ومامتها تعبانة بورم في المخ ومحجوزة على طول في المستشفى. وبنوصل ليوم 21 نوفمبر سنة 99 وبيوصل أهل سيون على بيت يانج سيوك علشان مامتها كانت عارضة للبيع. وبتقدر يانج إنها تتعرف على سيون وهي صغيرة، وبتتصل بسيون في الوقت الحالي وبتسمعها صوت باباها، وبتنهار سيون وبتعيط لأن باباها وحشها، وبتعرض عليها يونج إنها تنقذ باباها من الحريق. وفعلا بتروح يونج البيت سيون في يوم الحادثة وبتطفي البوتاجاز قبل ما يتحرق البيت. وبتصحى سيون من النوم على صوت موبايلها واللي المفروض إنها نسيته في القطر، وبتتأكد إن حياتها اتغيرت لأن حتى البيت اللي هي عايشة فيه اتغير وبقى أحلى. وفعلا بتخرج للحديقة وبتشوف باباها واللي بيكون لسه عايش وهو بيسقي الزرع، وبتفضل سيون تبصله وهي بتعيط. وبترجع سيون على أوضتها وبتشكر يانج سيوك على مساعدتها ليها، لكن مع الوقت بتنشغل سيون مع عائلتها وبتضعف علاقتها مع يانج سيوك. وفي يوم بتتصل سيون على يانج سيوك علشان تطمن عليها، لكن بترد عليها مامة يانج وبتقول لها ما تتصلش هنا تاني. وبتكون سيون سمع صوت يانج وهي بتصرخ، وبيبان ان مامتها بتستخدمها في تحضير الارواح. وبتحاول سيون تدور على يانج سيوك دلوقتي وبتدور على الفيس بتاعها بس مش بتلاقيها، لكن بتلاقي خبر عن ام بتقتل بنتها في طقوس سحريه. وبتتأكد إنها يانج سيوك لما بتلاقي إن الحادثة دي في نفس عنوان بيتها دلوقتي، وبسرعة بتتصل على يانج سيوك وبتحذرها إن مامتها هتقتلها النهاردة. وفعلا بنشوف مامة يانج سيوك وهي طالعة بالسكينة لأوضة بنتها، لكن يانج بتكون أخدة حذرها وبتستناها ورا الباب، وبتقدر إنها تاخد منها هي السكينة وبتقتل مامتها. وبتتصل يانج سيوك على سيون وبتطمنها على نفسها وبتقول لها إنها كانت مشكلة صغيرة واتحلت مش أكتر. ومن بعدها بتبدأ يانج سيوك تعيش حياتها وتخرج زي ما هي عايزة. وبيروح سونج هو جار سيوك صاحب مزرعة الفراولة واللي هو نفسه جار سيون دلوقتي، وبتفضل يانج تفرجوا على هدومها الجديدة، وبياخد سونج هو الفراولة علشان يشيلها في التلاجة لغاية ما يانج سيوك تغير هدومها، بس مش بيلاقي مكان في التلاجة بسبب وجود أكياس سودا كتير. ولما بيشوف جواها ايه بيلاقيها أجزاء من جثة مامة يانج سيوك، وبيترعب سونج هو. وبتطلع يانج سيوك من أوضتها علشان توريله هدومها، وبتعرف إنه اكتشف سرها وعرف إنها قتلت مامتها،
فبتقرر إنها تتخلص منه علشان ما يبلغش عنها، وده بالتزامن مع الوقت الحاضر واللي بيكون جار سيوك معزوم عند أهل سيون وبيقضوا الوقت سوا، وبيكون هو كمان جايب لهم فراولة. وبتروح سيون علشان تشيل الفراولة في التلاجة، لكن الفراولة بتسيب بقع على هدومها، ولما بتطلع لأوضتها بتكتشف إن بقعة الفراولة اختفت، وبتفهم إن في حاجة غريبة حصلت في الماضي اتسببت في تغيير الحاضر. وبتنزل لأهلها بسرعة وبتسألهم عن سونج هو، بس أهلها بيستغربوا وبيقولوا لها إنهم ما يعرفوش حد بالاسم ده. وبتروح سيوم بسرعة وبتفتح التلاجة، لكن مش بتلاقي الفراولة اللي هي لسه حطاها، وبتروح على مزرعة سونج لكن بتلاقيها مكان مهجور، فبتجري على اسم الشرطة وبتسأل على أي معلومة عن صاحب مزرعة الفراولة سونج هو. وبيستغرب ضابط كبير في السن موجود هناك وبيقولها إن الراجل ده اتقتل من 20 سنة، وإن اللي قتلته واحدة اسمها يانج سيوك. وبتتصل يانج سيوك على سيون واللي بتقولها إنها اكتشفت حقيقتها وعرفت إنها قتلت مامتها وسونج هو، وإن البوليس هيقبض عليها وهتتحبس. وبتحاول سيوك إنها تعرف هيتقبض عليها إزاي، لكن سيون مش بتقولها وبتقفل السكة في وشها. ووقتها بيخبط الباب عند سيوك، ولما بتفتح بتلاقي سيون الصغيرة مع باباها واللي كان عايز يشتري بيت سيوك وقتها، لكن بتقوله إن مامتها في البلد دلوقتي وإنه يقدر يدخل ويستناها لغاية ما ترجع. وبتستغل يانج سيوك الفرصة وبتقتل والد سيون بطفاية الحريق، ووقتها بيختفي والد سيون من الحاضر وبترجع حياتها تنهار من تاني، لدرجة إن بيتها بيرجع مهجور أكتر من الأول. وبتتصل يانج سيوك بسيون وبتهددها إنها تعذبها لأنها وهي صغيرة موجودة عندها في البيت دلوقتي، وإن قدامها ساعة واحدة بس لو معرفتش الدليل اللي هيتسبب إن الشرطة هتكشف جرايمها هتعذبها وهي صغيرة. وبتنهار سيون الكبيرة وبتبدأ تدور في الأخبار القديمة على أي حاجة توصلها للدليل، وفعلا بتقدر سيون تعرف إن الدليل اللي لقيته الشرطة كانت السكينة بتاعتها، وده بعد ما سيون رمتها في الزبالة ولقاها عامل النظافة ووصلها للشرطة. وبدل ما تقول ليانج سيوك عن المكان الحقيقي للسكينة بتقول لها على عنوان مخزن، واللي عرفت سيون إنه هينفجر في نفس اليوم. وبتروح يانج سيوك على هناك علشان تاخد السكينة، لكن بينفجر المخزن قبل ما يانج سيوك تدخل، وبتفهم إن سيون كانت عايزة تتخلص منها، فبترجع للبيت وبتكلم سيون وبتقول لها إنها تنتقم منها علشان كدبت عليها. وبتكب مية سخنة على سيون الصغيرة وبتظهر الحروق في جسم سيون الكبيرة في الوقت الحاضر، وبتفضل تصرخ وبتحاول إنها تنقذ نفسها من تعذيب يانج سيوك ليها. فبتروح وبتسرق دفتر التحقيقات الخاص بيانج سيوك من الشرطة، وبتعرف المكان الحقيقي للسكينة وبتبلغ يانج سيوك بيه. وبتعرفها يانج سيوك إن مش مامتها اللي كانت السبب في موت باباها، وإن سيون نفسها هي السبب. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن مامة سيون قفلت البوتاجاز، لكن سيون الطفلة كانت بتلعب وشغلت البوتاجاز بدون ما تقصد، وإنها كذبت وقالت للشرطة إن مامتها هي اللي نسيت البوتاجاز، ولأنها مريضة نفسية صدقت الكذبة واتعاملت إنها حقيقة طول السنين اللي فاتت. وبتنهار سيون أكتر لما بتتواجه بحقيقتها، وبتتغير التحقيقات الخاصة بقتل والد سيون في الدفتر، وبيتكتب إن مامتها عملت بلاغ قالت فيه إن جوزها اختفى أثناء طريقه وهو رايح يشوف البيت الجديد اللي كانوا هيشتروه. وبيتغير فرش البيت مرة تانية بس بيكون كئيب أكتر وبيكون فيه تلاجات كتير. وبتفتح بسرعة دفتر التحقيقات واللي بتلاقي إن مكتوب فيه إن المحقق راح فتش بيت سيوك وكانت معاه الأم، وإنها حاولت تتواصل مع جوزها من تليفون البيت. وبتروح بسرعة سيون وبتقدر إنها تتواصل مع مامتها في الماضي عن طريق التليفون، وبتحذرها إن يانج سيوك هتقتلهم. وفي الأثناء دي بتقدر سيوك إنها تقتل الضابط، وبتبدأ إنها تطارد مامة سيون في الماضي. وأثناء المطاردة بتسمع مامة سيون صوت بنتها وبتحاول إنها تاخدها بسرعة ويهربوا، لكن بتهجم عليهم يانج سيوك. وقبل ما تقتل سيون الصغيرة بتجري الأم على يانج سيوك وبيقعوا هما الاتنين من فوق السلم وبيموتوا. وبنرجع للوقت الحاضر وبتروح سيون بسرعة للمستشفى علشان تتأكد إن مامتها لسه عايشة، لكن مش بتلاقيها. وبتروح بعدها على المقابر وهي بتعيط، بس بتلاقي مامتها عند قبر باباها، وبيكون واضح على جسمها آثار الحادثة اللي حصلت لها زمان في بيت سيوك. وبتكون سيون فرحانة إن مامتها لسه عايشة، لكن وهم ماشيين بتبدأ الأم إنها تتلاشى. وبنرجع وقتها فلاش باك وبنعرف إن يانج سيوك اتواصلت مع نفسها في الماضي وحذرتها إن مامة سيون هتقتلها، وإنها لما وقعت من على السلم ما ماتتش، وإنها قدرت بعد كده توصل لأم سيون وتقتلها. وبنشوف في آخر الفيلم مشهد لسيون وهي محبوسة في أبو بيت يانج سيوك واللي كانت بتعذبها طول السنين اللي فاتت، وبينتهي الفيلم.